الصفرة عند المولودين الصغيرين اللي لسه حتة لحمة صغيرة خالص لسه مولود، ايه انواعها؟ ازاي نعالجها؟ ازاي نشخصها؟ ازاي انت كأم تتصرفي معاها؟ واحد، عندي الصفرة اللي بتبقى في يوم الولادة، او العيل يبقى مولود ونازل اصفر، دي حالة اسمها اريثروبلاستوزس فيتاليس، والحالة دي حالة خطيرة جدا 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 وبتستدعي نقل دم. دي انيميا تكسير حادة سببها يعني تعارض ما بين فصيلة الدم بتاعت الام وفصيلة الدم بتاعت الابن، فبالتالي بيحصل تكسير حاد في الدم عند الطفل، وبالتالي بتيجي له صفرة شديدة جدا يعني بتموت. فدي علاجها مع الاطباء، وغالبا انت ما بتشوفيهاش اصلا كأم، انت بتبقي بتولدي والدكتور بيتعامل معاها مباشرة. اما الصفرة التانية اسمها فيسيولوجيكال نيونيتال جوندس، او الصفرة الطبيعية لحديث الولادة. من اسمها الصفرة الطبيعية، الطبيعية يعني تأتي من تلقاء نفسها وتذهب من تلقاء نفسها، بيبقى بسبب ان احنا بنجدد خلايا الدم بصورة سريعة جدا جدا عند الاطفال، وبالتالي تحصل شوية اصفرار. مش محتاجة اي علاج خالص، مش محتاجة علاج ضوئي، مش محتاجة اي علاج خالص، هي من نفسها. نلتزم بس بالرضاعة في ميعادها وان شاء الله نخف. دوسوا سبسكرايب عشان نوصل ل1000 مشترك.